لما تكون ما بتعرفش تطلب زيادة في مرتبك، لما بتدفع حاجة للشغل بتتكسف تروح تطلب المبالغ دي، لما تكون شايف نفسك مترفع عن كل الناس وعن كل حاجة جوه الشركة، لما تكون حد ينصحك ويقول لك مثلا انت لازم تتقرب من مديرك وتسايسه وتعمله، تقول له ملعون ابوه. لما تكون حاسس دايما ان انت ايه القرف ده، ايه اللي انا بعمله ده، ما انا ممكن اعمل حاجات تانية اذكى واحسن، بس اللي فوق دول مش عارفين مصلحة الشغل. لما تكون حتى رغم انك عارف ان في سياسات جوه الشركة لازم تتبعها، بس مش عارف تبقى منضبط كفاية، مش عارف تعمل الورقيات باستمتاع وفي الوقت، وتروح ايميلات رايحة وايميلات راجعة، مش عارف حاجات كتير قوي تعملها زي ما اللي جنبك بيعملها، مش عارف تترقى بسهولة، كل ما بتبقى اشطر واحد بس في نفسه مش عارف تترقى. انا مش فاهم آلية النجاح في هذا السلك الوظيفي. يبقى انت يا اخي مش موظف، عقليتك مش عقلية موظف. يعني الموظف ده الشخص الكوربوريت مان اللي هو مان وومن، يعني دول حاجة، وعقلية التاجر حاجة تانية. انت ممكن تكون عقلية صاحب مشروع، عقلية تاجر، عقلية فنان، عقلية مفكر، عقلية صايع، عقلية انفلونسر، عقلية واحد ما بيعرفش يشتغل في سيستم. غلط، ده مش غلط، بس ما تضيعش عمرك بقى في المكان اللي انت عمرك ما هتفهمه وعمرك ما هتحذو حذو. فكر ازاي تطلع من البابل دي، يا اما تسيستم نفسك بقى. يعني انا واحدة من الناس، انا رول بريكر اصلا، فانا مستحيل اعرف اشتغل تحت حد. اي حد بيديني كلمتين في جنابي برمي الفوطه وبمشي، ويلا بقى ابوكوا على ابو اللي جابوكوا. فعقليتي مش عقليه موظف. يمكن حد تاني انجح مني، لان هو قدر فعلا تكون عقليته عقليه موظف. فشوف انت ايه من بدري، بدل ما تقعد تفشل 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 وعمرك يروح وياك. لا، حدد انت مين. حتى لو طال الوقت، في الاخر هتعرف انت هتنجح في ايه، وهتلاقي نفسك بتبدع في الحتة دي. فانت بتقعد مع واحد صاحبك قد كده عشان خاطر تعرفه. طب اقعد مع نفسك واعرفها برضه، ولما تعرفه هتبقى انجح بكتير قوي من الوضع الحالي بتاع الاكتئاب والاحباط اللي انت عايش فيه.